السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. للأسف الشديد، في الفيديو السابق أخونا وائل الصديقي تطاول على بعض الناس، وقال عليهم كلام مش كويس. أنا معرفش هو كان بيقول لمين. ما تبقاش ابن وسخة وكلام زي ده يعني. انا طبعا مش هاخد الكلام على نفسي، يعني انا مش، هو ما قالش تحديدا هو بيتكلم بيوجه كلامه لمين، بس انا مش هاخد الكلام على نفسي. ولكن لا يصح يا اخ وائل ان يوتيوبر كبير زيك يقول كلام واطي زي ده، وان هو يقول ما تبقاش ابن وسخة او شيء من هذا القبيل. هذا لا يصح. ده اولا. نيجي بقى نخش في الموضوع بعيدا عن أي شخصنة أو كده. هو كان قال أنت لست مخير، ودي أول خرافة. لا يا عزيزي، انت لما هتكون في امريكا انت هتلاقي نفسك مش مخير. انت مش انت حتى، انا طبعا ما بقولش انك مش هتلاقي شغل، دي حاجة انا ما بقولها لكش. حتى لو انا بقالي سنين طويلة ما بدورش على شغل، ف ما اعرفش سوق العمل النهارده عامل ازاي، ولكن انا لما كنت بدور على شغل، ايوه كان في ناس كتير بتقول لي ممكن تقول لك اشتغل اسبوع او اسبوعين ببلاش عشان تتعلم الشغل وبعد كده اديك الوظيفة. ده حصل في امريكا وموثق بأدلة كتير. انا يا ناس تعاملت مع الحاجات دي. ايوه في عندنا شغل، بس اقعد اسبوع وورينا شطارتك. او لو مثلا كان مطعم كبير او فرانشايز، ممكن يقول لك ماشي قدم الابليكيشن، وتيجي مثلا تجاوب اسئله معينه يقول لك انت سقطت في الاختبار مش هنقبلك. او ممكن في مكان معين تقدم على شغل، يديك يوعدك بمرتب معين، وساعة التشغيل يديك مرتب تاني غير اللي وعدك بيه. دي حاجات كلها حصلت لي انا شخصيا، مش انا اللي بتبلع على امريكا وبنفر الناس منها. ده حاجة حصلت فعلا يا جماعة. ان انت بتروح للشغل، ممكن يقولك عندي شغل ولكن بشروط كذا وكذا وكذا. ماشي، وإن كان عاجبك خد. فهل دلوقتي بيدفعوا الناس للناس كويس أثناء التدريب؟ ما أعرفش، ولكن يعني أنا يعني مش مفترض إن كل حاجة هتكون اتغيرت عشان طباع صاحب العمل تتغير. يعني ده شيء أشك فيه، خاصة مع ارتفاع الأجور التي تحاول يائسة مواكبة ارتفاع مصاريف المعيشة. فأستاذنا وائل بيحاول ينكر حقيقة دامغة، وهي حقيقة أن كلف المعيشة في أمريكا عالية. ودي حقيقة، مش أنا ولا غيري اللي بنحاول نتبلى على أمريكا ونقول عليها غالية. ده أنت نفسك اللي بتناقض نفسك في كثير من الأحوال. قلت إنها غالية، وقلت إن عندك فلوريدا غالية. نيجي بعد كده إنك أنت قلت والله ده في بيوت في أمريكا يا جماعة رخيصة. أنت ليه تقعد في المكان المش كويس اللي أنت فيه أو كده؟ يا أخوانا خلوا بالكم حضراتكم من حاجة. انت ممكن تلاقي شغل، لو لقيت شغلانة مستريح فيها نفسيا، حتى لو ما بتديلكش فلوس كويسة يعني، او فلوس حاجة يعني مرتب عالي، انت مجرد انك تبقى مستريح فيها نفسيا، وده مهم جدا. ما بتبقاش عايز انك انت تسيبها وتروح تخبط وتلاقي 10 شغلانات، تلاقي ذل وعبودية سواء من صاحب العمل او مديرك او من زمايلك او يعني. انا حتى لو بقول لكم ان انا مثلا الى حد ما مستريح نفسيا في شغلتي، رغم ان انا اتسرقت فيها كذا مرة.
فبس الحمد لله. يعني مقارنة بالشغلانات التانية اللي اشتغلتها كانت أريح نفسيا. فطبعا من الصعب انك انت تسيب المكان اللي انت فيه وتروح لولاية تانية لما تكون مرتبط بعملك. دي نقطة مهمة لازم تاخدوا بال حضراتكم منها. فمثلا جه قال البيوت ممكن تلاقي بيت في الولاية الفلانية رخيص. فطبعا مش انا ممكن الاقي البيت في الولاية الفلانية بس رخيص، بس ما الاقيش شغل. وده واقع مش أنا اللي بألفه على أمريكا. أما بقى بالنسبة لخرافة إن في بيوت ب10,000 دولار و18,000 دولار، فده يا أخوانا أتحدى أخونا وائل إن هو يوجده على أرض أمريكا. أنا هقول لحضراتكم أنا ما لقيتش بيوت ب100,000. أنا هقول لكم ممكن 100,000 دولار، مش 10,000 ولا 20,000. 100,000 دولار دي تجيب لك قطعة أرض صغيرة، مش حتى بيت يعني. بس عشان وفي منطقة محذوفة، منطقة قطعة، مش في منطقة كويسة، منطقة قطعة ما فيهاش شغل تشتري بيها لط، يعني تشتري بيها قطعة أرض صغيرة. فأنا مش عارف جاب منين خرافة إن في بيوت ب18 و10,000 دولار. دي خرافة من العيار الثقيل. وكمان يقول لك انك مخير تروح لاي ولايه نفسك فيها. لا، انت مش مخير، انت ممكن تبقى مرتبط بشغلانه ما تقدرش تسيبها. ده واقع. ونيجي بقى لانه بيقول ولاد المصريين اللي هنا زي الامارات. يا اخوانا، هو المصريين اللي عايشين في امريكا ليهم جينات مختلفة عن المصريين اللي عايشين في مصر عشان اللي هنا يطلعوا امارات واللي في مصر يطلعوا، او اللي في البلد العربي يطلعوا حاجة تانية؟ يعني انا مش عارف المنطق بتاعه ايه. يعني لو الاب مصري والام مصرية هيطلعوا ولد او بنت شكلهم شبه ابوهم وامهم، يعني سواء كانوا خلفوا الولد في امريكا ولا في مصر او في ايا كان البلد العربي وهكذا. يعني انا مش فاهم ايه قصده البنات العرب هنا زي الامارات. انا مش فاهم المنطق. يعني ما هو نفس الاب ونفس الام سواء خلفوهم هنا في امريكا ولا في مصر. انا مش عارف يعني ايه بنات زي الامارات. وكمان بيقول ايه وما بيتكلموش عربي. وطريف الامر ان اخونا وائل بيتكلم عن ده كما لو كان ميزه، او دي بقى من فضلكم انتوا اللي تردوا فيها عليه. ان هو شايف انها ميزه ان ولاد العرب هنا ما بيتكلموش عربي او ما بيعرفوش عربي، فخلاص بالتالي بناء عليه ما بيعرفوش يقروا قرآن، بناء عليه ما بيعرفوش يصلوا، بناء عليه حاجات كتيره. يعني عموما انتوا بقى اللي تردوا عليه في حتة. وميزة ان هم بيتكلموش عربي، بنات زي الامارات هم بيتكلموش عربي كما لو كانت ايه ما بيتكلموش عربي. دي ميزة. بيقول ان الضرائب في امريكا 20%، ودي خرافة من العيار الثقيل. انا نفسي اللي بقالي في امريكا دلوقتي، انا نفسي يا اخوانا عشت في امريكا بتتكلم عن 27 سنة، من ضمنهم 22 سنة شغال. ماشي. حضراتكم ال 22 سنة اللي اشتغلتهم ما فيش ولا مرة دفعت فيها الضرائب قطعت أقل من ربع مرتبي، ولكن ساعات بتقطع يا اخوانا تلت مرتبي. حصل لي. ولو انت بتدخل في شريحة عالية مرتب عالي هتقطع نص مرتبك، فربع مرتبك دي يعني ده في احسن الظروف معايا حضراتكم. اما 20% دي ضرايب انا ما مرتش عليا. يا ريت كان يتقطع من ضرايبي 20%. يا رب تبقى الضرايب والخصومات بتاعتي فقط 20% مش اكتر، يا رب. انا مش عارف بيجيب منين ان الضرايب في امريكا 20% دي. ويجي يقول ايه ان الضرايب بترجع لك اخر السنة. بالضرايب بيرجع يا اخوانا منها جزء بسيط
مش بترجع كلها آخر السنة. الكلام ده خرافة، ما بيحصلش ان انت الضرايب بتاعتك بتاخدها آخر السنة. انت بتاخد جزء منها على حسب عوامل كتير، مش عايزين نخش في موضوع الضرايب. فحضراتكم اوزن قبل ما تشيل. الضرايب في أمريكا مش 20%، ولا في بيوت في أمريكا ب20,000 أو ب10,000 دولار حتى لو كانت في حتة مقطوعة. ويا فرحتي انك انت تروح لولاية تانية وما تلاقيش فيها شغل، او لو لقيت شغل ما يعجبكش. على فكرة حضراتكم، لو هو عايز يطلع نيويورك ونيوجيرسي انها اسوأ اماكن في امريكا، احب اعرفكم ان في ناس كتير جت سافرت من فلوريدا لنيويورك او نيوجيرسي عشان تشتغل، وقالوا فلوريدا دي ما فيهاش شغل. وفي اللي راحوا فتحوا بيزنس وخسر وجاب ظرف، وبعد كده راحوا لنيويورك او نيوجيرسي عشان يسعوا لوظيفة. فما تجيش بقى عشان انت عايز تشيطن نيويورك او نيوجيرسي تقول للناس انكم انتوا هتلاقوا فرص احسن بالضرورة في فلوريدا. لا انفي ان ممكن ان في ناس نجحت في فلوريدا، ولا انفي ان ناس نجحت في ولايات مختلفة يا اخوانا. بس ما تجيش بقى عشان انت عايز تشيطن نيويورك بقى ونيوجيرسي وكلام من ده. فحضراتكم فاهمين يعني. المهم بقول بقى هنا ايه، بيصور ان الفرانشايز، لو انت عايز تشتري فرانشايز هتشتريه كده. حضراتكم في السبعينات من القرن الماضي انت فعلا ممكن لو كنت عايز تشتري 7-11 يا اخوانا ب 300 دولار، ده كان ممكن، كان فعلا الفرص كتير. دلوقتي 7-11 ده لو انت لقيته ب1,000,000 دولار، تشتريه ب1,000,000 دولار، تبقى انت محظوظ جدا لو عرفت تجيبه ب1,000,000 دولار. هو طبعا وفي بملايين يعني. فالفرانشايز دلوقتي غالية وغالية جدا يا اخوانا، مش بتتجاب كده زي ما اخونا وائل بيقول. وكذلك أؤكد ان انا لما بكلمكم بقول لكم يا اخوانا ان مفيش بيت بأسعار 50,000 ولا 100,000. ولما بقول لكم ان الضرايب بتطير تلت المرتب او نص المرتب، ولما بقول لكم يعني ان الفرانشايز ليس سهل المنال، هل دي حقائق ولا انا بقول وجهة نظر؟ دي يا اخوانا حقائق موثقة بالارقام والاحصائيات والادلة، مش انا اللي جايب حاجة من عندي. بس هو الأخ وائل عايز الناس تيجي أمريكا، يا سيدي ما عنديش مشكلة، بس مش بالكذب. وبتكذب وكمان يبلغ بيك الجبروت انك انت تكذب الناس اللي بتقول الحقيقة، وتقول لهم يا جماعة يا اللي بتقولوا الحقيقة قولوا الحقيقة، رغم ان انت اللي بتقول الكذب، مش احنا اللي بنقول الكذب. انت اللي بتقول الكذب واحنا اللي بنقول لك يا أستاذ وائل قول الحقيقة. أشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.